جدعه. 3-0 يا اهلي. يلا بينا على الكونفدراليه. عارف ليه؟ عشان الفرق ما بين الرجاله وشويه عيال. الرجاله اللي عندهم قضايا وعندهم مشاكل وما بيقبضوش فلوس، لما جه يلعبوا بيراميدز داسوا على وش اللي جابوهم وكسبوهم 1-0 وتصدروا الدوري، وهم عندهم كم المشاكل اللي انت شايفها و15 قضيه في الفيفا. اما بقى شويه العيال اللي جات لهم فرصه النهارده وام بيتعادل مع الزمالك عشان تحس على دم ميتين ابوكوا وتكسبوا وتدوسوا على وش بيراميدز اللي داست على وشك 2-0 الدور الاولاني، داست على وش امك تاني 3-0 دلوقتي. عارف ليه؟ عشان انت ما عندكش لعيبه رجاله، ما عندكش رئيس نادي ذكر، ما عندكش مجلس اداره ذكر، ما عندكش مدرب. ده انت عندك مدرب عره يا جدع. ده انت عندك مدرب ما بيفهمش بربع جنيه كوره يا جدع. قسما بالله اللي بيحصل فينا ده ذنب علي معلول، ذنب عمرو السوليه، ذنب وسام ابو علي، ذنب محمد عبد المنعم. اللعيبه اللي انتوا اهنتوا تاريخها ومشيتوها عشان تجيبوا فلوس، عشان تحلبوا فلوس. بقينا نادي استثماري، بقينا نعمل صفقات كيديه ملهاش اي لازمه. زيزو اللي ما عندوش دم ما بيلعبش بربع جنيه كوره من ساعه ما جه النادي الاهلي. لا وكمان بيعمل لي ضربه جزاء ساذجه في اخر ثانيه في الشوط الثاني عشان تعرف كم العبث اللي احنا فيه، وان اللعيبه ما عندهاش دم، وان ما فيش حد شايل مسؤوليه في النادي الاهلي. كله جاي يقبض فلوس وبس. رئيس النادي عمال يعمل لي صفقات ملهاش اي لازمه وبيديهم مليارات، والنتيجه 0، المحصله 0. انا ما اعرفش انتوا بتعملوا فينا احنا بقينا نلعب لصالح بيراميدز. بيراميدز خلاص بقينا داخلين اي ماتش قدام بيراميدز عارفين ان هم هيركبونا، هيفشخونا، هيطلعونا حوامل. بسبب ايه؟ بسبب ان مفيش لعيبه رجاله تقابل بيراميدز يدوسوا على وشهم. لا احنا نازلين نتنكح من بيراميدز بس. هو ده الاهلي. الزمالك عنده مليون قضيه في الفيفا ومشاكل كتير جدا، وهو في اسوأ حالاته متصدر الدوري وبيهين بيراميدز وبيدوس على وش بيراميدز. لكن انت ما عندكش رجاله. إدارة الأهلي ساكتة ليه لحد دلوقتي؟ لك أن تتخيل إن أنت الماتش اللي جاي لو كسبت الزمالك، وأنا واثق إنك هتكسب الزمالك عشان أنت ما بتعملش ذكر غير على الزمالك. ده لو قدرت تكسب الزمالك أنت كده بتدي الدوري لبيراميدز. بيراميدز اللي راكبك. قسما بالله اللي بيحصل فينا ده عار عار غرف دايه. كلكم كرهتونا في